السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة أبو البدر سات. النهاردة حضرات هنتعرف على القنوات المفتوحة وموعد مباراة البرازيل واسكتلندا اليوم يا حضرات في كأس العالم 2026. إن شاء الله المباراة تلعب الساعة 1 صباحا بتوقيت القاهرة. القناة ناقلها حضرات بين سبورت ماكس 4 على قمر نايل سات وعلى قمر البدر 26. هنتعرف على التردد حضرات القناة اللي بتعمل على قمر نايل سات، ودي 50% أو 70% حضرات هتذيع إن شاء الله البطولة أو هتذيع المباراة. خليك معايا. أول ما تفتح المنيو حضرات بتروح لحاجة اسمها التركيب، بتنزل على قائمة الترددات تضغط أوكي مباشرة، بتدوس على الزرار الأحمر في الريموت عملية إضافة تردد جديد، وهنكتب مع بعض التردد حضرات. هيكون 12 2 4 5 معدل ترميزي 27500. الاستضافة حضرات هيكون عمودي، ولكن القناة اللي هي شغالة على عرب ساتي حضرات او الناس اللي عندها اشتراكات هتكون افقي. بعد كده تضغط اوكي، هيقول لك المرسل موجود. لو القناه ما نزلتش معاك اعمل حذف للتردد وضيفه مره اخرى، تضغط اوكي، هيجيب لك علامه صح جنب التردد بالشكل ده، وتاكد ان يكون جايب معاك اشاره محترمه. دوس على الازرق عمليه البحث. في الخانه دي مش هتعمل اي شيء غير تضغط اوكي. مبروك عليك، هينزل معاك 6 قنوات، وهنستعرض مع بعض القناه حضرات اللي مفتوحة على قمر نايل سات. رجال الاشتراك علشان يصلك كل ما هو جديد في قناة أبو البدر سات. والقناة حضرات بنفس الاسم اللي حضراتكم شايفينه اهو، بجودة ال HD، وهتقول لي جايبة شاشة سوداء. القناة دي بتفتح أثناء المباراة فقط يا حضرات. كانت جايبة المغرب والبرازيل على هذه القناة دي حضرات على قمر النايل سات اهي. التردد مرة أخرى هيكون 12245، معدل ترميزي 27500. الاستخدام يا حضرات هيكون عمودي. ده القناة حضرات بتعمل على قمر النايل سات بدون شفرة بدون أي شيء. لا تنسى الاشتراك في قناة أبو البدر سات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.